رغم فوز الاهلي بفاينل كاس مصر وان الاهلي قدر يخطف الجيم من الزمالك، الا ان انا بشوف ان ده واحد من اقل ماتشات الاهلي في المجمل على مدار الموسم، وواحد من اقل ماتشات مارسيل كولر المدير الفني للاهلي. كولر مدرب محترم، مدرب كبير، دايما في كل ماتشاته بيكون مقنع الحقيقه. زي اي فرقه في الدنيا بيجي عليك دي بتكون اوف، بتلعب وحش بس بتعرف تكسب. الاهلي دايما بيعرف يعمل كده، لكن الجيم ده تكتيكيا انا بشوف ان كولر خانه التوفيق في السيناريو اللي تخيله. اولا عدم البدء بمروان عطيه بالنسبه لي كانت مفاجاه كبيره جدا، واعتقد الكل يعني اتفاجئ بعدم وجود مروان من البدايه، لان مروان عطيه هو ترمومتر فرقه الاهلي. طلوع بالكوره مروان عطيه، قطع الكوره مروان عطيه. مروان عطيه ليه دور في كورتين لما نزل في اخر ربع ساعه بيسلم بس الكوره ان هو بيرحل صح في ظهر اللعيبه، واحده جه منها الجون الثاني هو اللي عمل الباس لامام عاشور، والاولى قطع فراح الاهلي اخذ فاول وجاب منها او عمل الضغط جاب منها الجون الاولاني. دايما مروان لازم يكون موجود في الملعب. ما فهمتش ايه اللوجيك في وجود كريم نيدفيد، مع كامل احترامي لكريم نيدفيد. كريم نيدفيد قدام البلديه يلعب ويتالق اوكي، لكن قدام الزمالك بالضغط اللي كان عامله جوميز على لعيب رقم 6 بتاع الاهلي اعتقد ما كانش موفق تماما. كولر في الجيم ده الاهلي ما اظهرش اي شكل، ولا الضغط بتاع الاهلي كان ايجابي. هو كان مدي عمرو السوليه ادوار مهمه انه يلعب مان تو مان على عبد الله السعيد طول الوقت، فالاهلي بيضغط بشكل ان السوليه في ظهر عبد الله السعيد، كريم نيدفيد في ظهرهم. دونجا كان دايما هو اللعيب الحر طول الوقت في نص ملعب الزمالك، فكان بيقدر يطلع على الكوره. عاده الاهلي قوي جدا في الضغط، ده واحد من اقل ماتشات الاهلي في الضغط، فالزمالك كان عنده قدره انه يطلع بالكوره وكمان ينقلها زي ما هو عايز. بشوف ان كولر ما كانش موفق الحقيقه الماتش ده. النقطه الناس بتتكلم عليها كتير جدا، النقطه الفارقه هي الثلاث تغييرات اللي عملهم. اولا تغييره عمر كمال، انا عجبتني تغييره عمر كمال الحقيقه، لان عمر كمال نزل لعب على حساب بيرسي تاو مش موفق، وقفل الجبهه اليمين للاهلي الشمال للزمالك، اللي كان احمد فتوح ومصطفى شلبي عاملين فيها شغل كويس جدا، ودايما بيحط مصطفى شلبي واحد على واحد مع محمد هاني، فقدر يقفل الجبهه دي بعمر كمال. وهو اختار عمر يمكن عشان بيلعب مدافع مؤخرا اكتر عن كريم فؤاد، وعمر قوي في الضغط، وهو كان المشارك على فكره مع كهربا في الضغط على عبد الله السعيد وقطع الكوره اللي جه منها الجون الاول. تغيير بقى مروان عطيه انا بشوفها ان انت رجعت كل حاجه صح، انت رجعت صلحت غلطتك بالبلدي وقمت ملاعب مروان مكان ندفت، فصلحت شكل الفريق. التغييره الثالثه هي تغييره قفشه، اللي انا بشوفه ان قفشه مش واخد حقه مع كولر كتير، ان في مباريات كتير جدا قفشه بينزل يكون فارق جدا فيه، لعيب كوره عنده كواليتي. حتى لو انت النهارده هو استلم يا دوبك رفع عينه بس رفعه واحده عرضيه على رجل امام عاشور جون. قفشه لعيب كوره عنده فيجن، لعيب كوره كويس، لعيب كوره متمرس جدا في التحركات بين الخطوط، وعنده كواليتي مش عند لعيبه كتير من نص ملعب الاهلي دلوقتي. فانا بشوف ان كولر محتاج يدي لقفشه اكتر. كولر عنده مشكله ما بتتحلش بقى لها فتره كبيره، اي فرقه بتعرف تضغط على الاهلي كويس، الاهلي ما بيعرفش يطلع بالكوره. اعتقد رغم انه بيستخدم محمد هاني كتير في العمق عشان يطلعه بالكوره، انه محتاج يشتغل اكتر على حلول لتطوير عمليه البيلد اب وتطوير الهجمه. وكده كده احنا بنتكلم ان وسام ابو علي لما يرجع، وسام ابو علي كهربا اعتقد هما الاثنين مناسبين للاهلي هجوميا. الاهلي بيخلق عدد فرص كتير، رغم ان في ماتش الزمالك الاهلي ما خلقش ولا فرصه على مرمى الزمالك، وكان اول تهديد بين الثلاث خشبات هي الكوره اللي جت جون بتاعه امام عاشور. كولر عن مجمل اعماله بالتاكيد مدرب ممتاز. مباراه الزمالك كانت اقل مبارياته فنيا، لكن الاهلي قدر يخطف الجيم بعرضيه قفشه وجون امام عاشور.